ما ينفعش العيد يجي واحنا لسه ما عملناش كفتة الحاتي. كفتة الحاتي الخطيرة اللي بنقدمها بقى مع عيش، مع سلطات، مع رز، مكرونة، يعني بتقدميها بكذا طريقة. تعالوا نعملها مع بعض ونشوف تريكاتها الحلوة دي. وبجد انا ضفت مكونين اتنين فعلا خلولي طعم الكفتة في حتة تانية. يلا بسم الله نبدأ مع بعض. 450 جرام من اللحمة، عليهم 50 جرام من الدهن، يعني كده 500 جرام من اللحمة. هنضيف بصلتين متوسطين، وكمان عود من البقدونس هنفرمهم كويس في الكبة، وبعد كده هنعصر المية بتاعتهم وهنشيلها على جنب. هنستخدم التفل وهنحطه على اللحمة، وهنبدأ ان احنا نقلب كويس مع بعض. طيب اضافة التوابل هي ايه؟ ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، او ممكن بهارات الكفتة لو متوفرة عندك. وطبعا ما ننساش معلقة صغيرة من البيكنج باودر، فعلا بتخلي الكفتة هشة وبصوا مفرغة من جوه زي الفل. وهقلب كل ده مع بعضه. تعالوا بقى نشوف التركية الحلوة اللي انا بضيفها على الكفتة، فعلا بتخلي الكفتة جوسي وحلوة جدا، وكمان عايزة اقولك بتخليها كده لونها ممتاز. طيب يلا بسم الله نشوف بقى احنا حطينا ايه. انا حطيت علبة من الزبادي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، علبة كاملة من الزبادي على نص كيلو من اللحمة المفرومة. فعلا بتطري الكفتة وبصوا بتخليها في حتة تانية. انا هنا الحقيقه قلبتهم مع بعض، وبعد كده ضفتهم وحطيتهم يعني في الكبه تاني. اخدوا بس كده لفه في الكبه، وزي ما انتم شايفين كده اللحمه بقت زي الفل. طب التركية التانية معايا ايه؟ هي معلقه من دبس الرمان، حطيتها بس كده على الوش من فوق، يعني على وش اللحمه كده من فوق، وقلبتهم تقليبه بس كده، بحيث ان الدبس الرمان يمتزج كده مع الكفتة. وبس خلاص هبدأ ان انا اصبحها بالشكل ده، وهحطها بقى في الشبكة او على الجريل او كمان على الفحم براحتك خالص. ممكن في الصينية مفيش مشكلة. قدميها بقى مع رز بسمتي وشوية بقدونس، او بسمتي بالزبيب، او مكرونة، او عيش، وسلطاتها خطيرة. لازم تجربوها. كل سنة وانتم طيبين. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد لوصفات العيد.